رجعت لكم فيديو جديد ووصفات رائعة ونصائح وتدابير. تبعوا الفيديو الاخير ما تراضيو حتى لقطة حبيباتي، راه فيه بزاف منفعة هذا الفيديو. بسم الله على بركة الله، بعد ما نصلي ونسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، وترحموا على موتانا اليوم الجمعة. ربي يرحمنا، ربي يرحم موتانا وموت المسلمين، وربي يرزق كل محروم، ربي يشفينا ويشفي كل مريض، وربي يوفق وليداتكم وينجحهم ان شاء الله يا رب العالمين. شوفوا لي هذاك الروز ما شاء الله ما شاء الله، وجو الدجاج محشيه ثاني بالروز جات ما شاء الله، طابت زبده. وهنايا درت لكم تحليه للامانه تاع البارح، لكن ما كتبش رب العالمين صدقوني، كنت صايمه ودايخه باش نحطها لكم البارح، قلت خلي غدوه الخميس وانا صمت الخميس صدقوني. المهم معليش، المهم انا حطيتها لكم خفيفه وبنينه بزاف بزاف. التحليه هذه صدقوني عجبتهم بزاف بزاف. وهنا خرجه بعد ما تغدينا وصلينا، خرجنا حبيباتي، حوسنا كما قلت لكم، قعدنا في العطيل وتقهوينا هكا. الضغوطات تاع الاولاد تاع الامتحانات، المهم وضغطوهم بزاف، والولاد مساكن مضغوطين، الامهات مضغوطين. ربي يكون في عونكم، ربي يوفقهم ان شاء الله، ربي ان شاء الله ينجحهم وتفرحوا كامل 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 كامل. نتمنى لكم ان شاء الله ينجحوا وليداتكم. بعد هذا القعده نروحوا للوصفات تاعنا. انا عندي هنايا تقريبا كيلو تاع فراس، حكمت غسلته ودرت له شويه تاع الخل حبيباتي مليح وخليته. ديروا دائما ديروا قطره تاع الخل، قطرات هكا تاع الخل، وديروا الماء بارد. الفراس غسلوه بالماء بارد باش ما تغسلوش حتى بالماء دافي، لازم ماء بارد. كيما قلت لكم غسلته مليح ودرت له شويه خل، ومن بعد زدت شللته من هذاك الخل. درك نقيته حبيباتي اللي ماهوش ملاح، طيشتهم بالطبع ونحيت لهم هذاك الراس تاعهم تاع الحشيش، ودرت 6 مغارف تقريبا. هنا درت واحد كاس تاع الفراس، درت 6 مغارف تاع السكر، ودرت واحد نص كاس تاع الماء وحطيته على النار قليله اي طيب لي. بعد ما طاب لي حبيباتي، انا عندي زوج نصوص تاع مشط شباطه تاع الامير، كانت عندي من قبل، والباطه اللي درت منها يا مساني وريتها، درت عفوا الصباح درت بها السلطه ذيك تاع الخضره، نص برك اللي درته في السلطه ما كثرتش. هنا درت تقريبا صافي باطه، ودرت نص كاس تاع الكريم شونتي، درت هذه الكريمه السائله، هاي لا مارك تاعها حبيباتي يعني وريتها لكم. درت ثاني نص كاس، ودرت نص كاس تاع الحليب. نعاود لكم، درت باطا تاع الامير، انا نحبه بزاف هذه الوصفه. ودرت نص كاس تاع الكريم السائله، ودرت نص كاس تاع الحليب كريم شونتي وامير، ودرت نص حليب ونص كريمه الخفق. درك بعد ما خدمتهم حبيباتي مليح مليح، نخدموهم حتى يطلعوا مليح، ومن بعد نروحوا للفراس تاعنا. الفراس تاعنا راهو يطيب، ما نحيولو لهذاك الرغاوي، ما نديروا له والو، يطيب تقريبا ربع ساعه. لا الفراس تاعي ما بغيتوش يطيب مليح بزاف. ها هو كي الكريمه تاعنا راهي خلطتها في دقائق، طلعت لي في دقائق، تحصلت على الكريمه اللي بغيتها. والفراس كما قلت لكم ما نحيولو هذوك الرغاوي ما والو، وانا ما بغيتش يطيب حتى يذوب، خليته يبقى طراف. نتوما تقدروا طيبوه واحد 20 دقيقه يطيب كما نقولوا، خشتو الفراس يذوب. انا هنا خليته حتى كما رحيتو بالبرا ما رحيتوش خلاص. درك نرجعوا للكؤوس تاعنا. انا جبت هذا الكؤوس درتهم بهذا الشكل، الامانه عروستي اللي دارت لي هذا الشكل، قصت الفراز رقيق ودبراته كامل مع الكؤوس. وهنا تجيبوا الكاطو اللي عندكم، انا هنايا عندي لي بودواغ كانوا عندي من رمضان بقاو لي، ودرك سقيتهم بهذا الفراس اللي طاب لي ورحيته. صدقوني جا واحد البنه عجبهم بزاف بزاف. ومن بعد درت لهم هذيك الكريمه. انا مبغيتش ندير بزاف كما قلت لكم، راني نحاول بقدر واش قدرت العائله تاعي، راني نقص لهم في الحلويات، نقص لهم في العجين، نقص لهم. انا جامي درت الروز الغدا في الجمعه، اليوم درته لهم. المهم والفين نشتيو الاحمر والحار والعجين يشخشو 50 وانا هاو الفطور تاعي حبيباتي. وعدتكم انه دائما نحط لكم انا والشطر في زبده تاع عرب، شويه المعجون تاع العنب قال لك صحي ومليح، قهوه، وهذا الطوست تاع القمح الكامل.
هنا نروحوا البارح نختم معكم الحمص، قلت لكم ودرت فيه شويه خميره. درك نشلو شوف كيفاه دار هذا الرغاوي الغمره وبارد الحال، وكل شلوه مليح حبيباتي، مليح 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 هذا الحمص. ومن بعد نقسمو على زوج، نص الكبير الاغلبيه درتو يطيب كيما راكم تشوفوا بعد ما شللتو عده مرات وصفيتو. ودرك ندير الماء صافي، ها هو كي حبيباتي كيما راكم تشوفوا. شوفوا الماء تاعهم واش صافي، درت نص مغرفه تاع الملح فقط، ما حتى الزيت ما درتش. نتوما تقدروا ديروا عظم تاع اللحم ولا تاع الدجاج، انا ما حبيتش حبيباتي. يعني قلت لكم انا بغيت نقص الدجاج، نقص اللحم، نقص الحليب والمشتقات تاعو. راهم يهدروا الاطباء، راني انا نتبع سنوات وسنوات، انا نتبع في الطب الاطباء تاع التغذيه، والحمد لله يا رب العالمين لقيت نتيجه خير من الدواء. صدقوني تبعوا حميه غذائيه وتبعوا نقصوا اللحوم ونقصوا العجين، والله العظيم اللي مريضه غير تلقى النتيجه. راني حلفت بالله في هذه، نحلف بها، لا والله 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 شهيد على ما اقول. هنا جبت الدجاجه تاعي، عندي دجاجه صغيره قلت نحمرها بكل انه عندها بزاف هي في الفريجيدير كونجيلاتير. درت شويه تاع راس الحانوت، درت شويه تاع الكركم، درت شويه فلفل عكري، الملح والفلفل الكحل، توابل الدجاج، خلطت كلش مع بعضاه. ودرت شويه زيت زيتونه، هذا ما درت حبيباتي. حتى الثوم والبصله ما درتهاش، نتوما تقدروا ديروا واش تحبوا. كما قلت لكم انا راني حابه نقص عليا، نقص بزاف بزاف. نتوما واش درت للدجاج درتو للروز اللي راح نحشيه في الدجاجه. هذا ما درت حبيباتي. راني موالفه ندير الياغورت، ولا ندير كرام ولا كرام سائله، ولا ندير تاع الطبخ. كاينه تاع الطبخ وكاينه تاع الحلويات. كما قلت لكم انا باغيه نحي الدجاج، باغيه نحي اللحم، حتى اللحم ناكلوه مره في السمانه فقط. هذه هي باش نصارحكم حبيباتي. انا حليت القناه باش حاجه اللي ننفع بها روحي ننفعكم معايا، هذا هو الهدف تاعي. كما قلت لكم انه كي جربت لقيت صح انه تنقصوا هاد الحوايج. وانا عائلتي بربي ان شاء الله راهي حتى هي كامل تحاول. انه عروستي مرضت واش نقول لكم قبل رمضان، السبب تاع الاكل، خاصه الكازوز، خاصه العجين، الخبز الابيض كامل. حاولوا حبيباتي تحافظوا على صحتكم، الصحه واعره. انا عانيت وربي شاهد على ما اقول. نحاولوا نقصوا شويه السمنه، ماهيش مليحه الماكله بزاف، خاصه حوايج موش صحيين ما عندنا ما نديروا بهم، الله الغني عنهم. بعد ما داويت الدجاجه تاعي كما شفتوا، ودرت شويه تاع ما في هذاك الروز باش يطيب. اني هنا ما حكمتش، من عرف انا قطع نحيت المقطع ولا والله ما تولات البنات. كي درك درت في ساشيه ذوك تاع اللي نطيبوا فيهم في الفور، هذوك الساشيه تاني نسيت، سمحوا لي حبيباتي باش نعت لكم لا مارك. المهم اني نعتها لكم في فيديو ان شاء الله الجاي. لما انا ننسى نوعدكم، بعد راني ننسى البنات، ماشي حاشا لله انه نكذب عليكم ولا نتمسخر بكم، ربي واش هاد علي ننسى نقول لكم نحط لكم حاجه ومن بعد هذيك تفوت خلاص. ما كون ما تقابلنيش ولا تكون قدامي مستحيل نزيد. الروز اللي بقى درت نفس التوابل ودرت لهم شوفوا الروز كيله تاع الروز درت لها زوج تاع الماء باش من بعد نزيد نحطها في الفور. بعد عروستي غسلت السلطه وغسلت الماعن، راني حاولت ندير لكم شويه روتينات اليوم الجمعه. وغسلت السلطه وصفات هذاك طاب الحمص تاعنا. شوفوا في الكوكوط مينيت الحمص طاب 10 دقائق. كما قلت لكم قسمت على زوج، وشي ونص الكبير شويه طيبته والاخر خليته هكاك. درك راني نغسل في لاكوكوط تاعي. شوفوا كيفاه نغسلها باش تبقى نظيفه. نحاولوا نحكوا الحواشي، نحاولوا نحيو هذاك الجوا تاعها باش نغسلوه ديما ما يبقى نظيف. ودرك هنا تدبيره البنات وجربتها انا. هنا قندور تبني يصلي بها، وعنده كيما الكول ولا اليدين، ولا نغسلوها في الماشينه بصح ما تخرج ليش حوايج البويض. شوفوا انا درت لكم هنا انه مغسوله ونظيفه. شوف درت لها حمض السيتريك، ولا كيف يسميوه بالليمون، حمض الليمون. ها ويتباع ورخيص البنات. شوفوا ب 15000 جبت 200 غرام. درت لها خرجت تشعل البنات حوايج البويض كما قلت لكم. هنا مغسوله بقاو فيها طبب. وليت
درت لها خرجت تشعل. هنا تدبيره اللي بغات دير الحوايج البويض هاني عطيت لكم تدبيره. ودرك من بعد ما برد الحمص تاعي مليح مليح جبت ساشيات. انا عندي هنا ساشيات الكبار الصغار خلصوا لي. شوفوا كيلو هكا بول. شوفوا انت على حسب العائله تاعك، عائله تاعك كبيره ديري لي بول كبار، والعائله تاعك صغيره ديري لي بول صغار. وشي هو كونتيتي شويه كبيره هكا، ها هياكي ديريها وحدها. اونسي جامي ديري مثلا مرقه تاع حمص، ولا ديري مثلا ملح وبنين، ولا ديريها مثلا تاع كيما تاع الفوال. وهنا هذيك اللي ماهيش طايبه كما قلت لكم، هذيك اللي كونتيتي كبيره تقدري ديريها. هياك هذيك طايبه. وهذه اللي درت فيها ورقه خضراء. انا دائما نخبي هاد الحوايج باش كي يكونوا يخلصوا لي هذوك الوراق اللي نكتبهم ندير فيهم هكا لمره باش نشفى عليها باللي هذه طايبه وهذه ماهيش طايبه. هاي هذه ماهيش طايبه، وهذيك اللي من هي طايبه، والاخرين لميناهم في فرد ساشي من بعد نجبدو بالقيس. هنا الجمعة واش نديرو البنات لازم نتنادو. انا وعروستي ربي يحفظها ان شاء الله، ويحفظ لكم بنياتكم ووليداتكم عرايسكم كامل، ويصلح ما بيناتنا ويدوم محبتنا وعشرتنا ان شاء الله يا رب العالمين. كما يقولوا الناس تاع بكري عشر عشر يا بنادم. لازم كما يقولوا يجي نهار ويتفرقوا العباد بالحياة ولا بالممات ما نعرف. شوفوا لي الرز تاعي كيفاه جا ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا حوايج صحيين موالفين نشتيوه احمر ونشتيوه واش نقول لكم، ولا نديروه بلا صوص بيض الله الله، ولا نديروه. المهم ان شاء الله برك نرتاحوا شويه ومن بعد معليش سهل الحال. ودرك جبت الدجاجه تاعي بعد ما طابت ساعه قد هنا درتها من كما نقولوا احنا من 10 حتى ل11 قد. من بعد جبت نحيت لها هذيك الساشي. طابت زبده البنات صدقوني مبغيتش كما يقولوا نفتتها برك. طابت زبده. زدت حطيت لها هذاك الروز فرجت لها لتحت انه وحدي هنا ونصور ما قدرتش ندير نقيسها برك تتفتت. صدقوني طابت زبده. وفرجت لها وكاين لاصوص في هذاك شويه مرقه تاع الروز هذاك اللي درته لها لداخل. وبقى فيها الماء عرام بنات، واحد قريب كاس تاع الماء. زدت حطيت فيها الروز وزدت فيها واحد نص كاس تاع الماء، وزدت لحتو باش يتشرب لي هذيك لاصوص تاع الدجاج. جا بنين ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا انا موالفه كيما قلت لكم الشخاش خبوال في الحار والحامض قلت نقصوا شويه. قلت لولاتي لازم تصبروا تنقصوا شويه لصحتكم. المهم ها هو كي الطبق تاعنا تاع اليوم تاع الجمعه. جمعه مباركه ربي يبارك لكم ان شاء الله في صح. شوفوا كيفاه طابت صدقوني. هنا يصبر تاع عروستي انا ما كنتش، لكن جات ما شاء الله. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسونيش بالجيم، والسلام عليكم ورحمه الله.